مساء الفل. ايه الاخبار؟ مبروك لكل جمهور برشلونة اللي موجودين يعني في السبيس او اللي مش موجودين في السبيس. موسم عصيب جدا، بدأ بمقامرة ضخمة للغاية من الإدارة، من لابورتا ومن ماتيو أليماني، بفكرة الرافعات الاقتصادية اللي كان الهدف منها هو إن طبعا زي ما الناس كلها عارفة إن برشلونة كان بيمر بأزمة مادية مميتة. فكان الهدف هو إن أنت تبيع جزء من العوائد الخاصة بالنادي في المستقبل عشان تقدر تحصل كاش النهاردة. ليه تحصل كاش النهاردة؟ عشان تبني أو تدعم الفريق بأسرع شكل ممكن. دعم الفريق بأسرع شكل ممكن، لأنك لو أخدت وقت أطول في دعم الفريق ده بيعني فترة أطول في الابتعاد عن البطولات، ده بيعني تبعات رياضية واقتصادية ممكن تكون قاسية جدا، وممكن يبقى العودة منها صعب. مش هقول إن مفيش عودة، بس العودة كانت هتتطلب وقت كبير. ومن هنا جت فكرة الرافعات الاقتصادية، اللي هي بيع جزء من العائدات بتاعت المستقبل واستقبال فلوس حالية لدعم الفريق حاليا، والرهان هو العودة للبطولات السنة دي. لو كانت الرافعات الاقتصادية دي حصلت والفريق ما أخدش بطولات السنة دي، كانت هتبقى ضربة قاسمة. هي نص الضربة القاسمة أو جزء من الضربة القاسمة حصل بالفعل، إن برشلونة ما تأهلش للأدوار المتقدمة من الشامبيونز ليج، لكن الضربة كانت هتبقى معنويا كمان وجماهيريا قاسية جدا جدا لو ما نجحش برشلونة إنه ياخد أي بطولة السنة دي بعد ما حط نفسه في الموقف ده اقتصاديا. فحصلت المقامرة، حصلت الليجا اللي هي الهدف الأول للنادي من بعد الخروج من الشامبيونز، واللي كان دايما الجملة اللي كان بيرددها تشافي ولابورتا إن الهدف هو الليجا، الهدف هو الليجا، الهدف هو الليجا. لكن الحقيقة احنا لما نتتبع خطى الفريق كده على مدار الموسم، هتجد أولا إن برشلونة أو تشافي اللي دخل الموسم هو رجل مختلف تماما عن تشافي اللي خرج من الموسم. تشافي دخل الموسم بقناعات وبأفكار، ومع الوقت ومع التكيف مع الأحداث ومع التكيف مع الأمور اللي بتحصل، عمل تعديل ثم تعديل ثم تعديل ثم تعديل إلى أن وصلنا في النهاية إن الراجل فعلا خرج من الموسم شخص آخر. إزاي؟ ممكن نحكيها سريعا لو ما كانش ده ممل بالنسبة لكم يعني. تشافي بدأ السيزون 4-3-3 البرشلونية معتاد. 4-3-3 دي الجناحين فيها هم رافينيا وديمبلي. رافينيا وديمبلي والاثنين بيلعبوا بعرض الملعب، الاثنين ماسكين خط التاتش لاين، ماسكين خط التماس. طيب ده كان نتيجته ايه؟ نتيجته اولا مشكلتين. المشكله الاولى ان رافينيا وديمبلي واحد الاثنين ما بيعرفوش يلعبوا ناحيه الشمال، فواحد فيهم بس اللي هيبقى بيلعب بشكل مرتاح، اللي بيلعب ناحيه اليمين، واللي بيلعب ناحيه الشمال ده مش هيبقى قادر يتكيف. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان عندك ظاهرين اتنين لعيبه كاملين خارج الهجمه. انت ما عندكش اظهره تقدر تدخل وسط الملعب تلعب كلعيبه وسط ملعب زي ما بيحصل في مانشستر سيتي، او زي ما بيحصل احيانا من زينتشينكو في ارسنال، او زي ما بيحصل في فرق كتير النهارده، او زي ما كامافينجا عمل مع انشيلوتي مؤخرا. ما عندكش الخواص دي. انت عندك اظهره بتقدر تلعب كاظهره بشكل عادي، او فعليا انت عندك اظهره يسرى تقدر تلعب كاظهره بشكل عادي. انت ما عندكش ولا ظهير ايمن، الا ان اعتبرنا ان سيرجيو روبرتو ظهير ايمن، او لو اعتبرنا ان سيرجيو روبرتو يعني اصلا لعيب مهم يعني. فانت كان عندك البا وبالدي الاثنين، ايا كان مين فيهم اللي بيلعب ملوش اي دور في الهجمه، والظهير الايمن كمان ايا كان هو مين ملوش دور في الهجمه. الموضوع بدأ يتغير لغايه ما تشافي قال لا انا مش هينفع اكمل كده، انا هلعب بواحد بس، يا رافينيا يا ديمبلي، واستقر على ديمبلي. وقرر ان الجناح العكسي يبقى فيران توريس او انسو فاتي. ليه؟ لان فيران توريس او انسو فاتي مختلفين عن رافينيا وديمبلي، ما بيلعبوش بعرض الملعب، بيلعبوا للداخل اكتر. بالتالي انت بتزود لعيب في عمق الملعب اكتر او في نصف المساحه اكتر، وبتدي الفرصه للظهير بتاعك اللي هو البا او بالدي ان هو اللي يفتح عرض الملعب. هنا النقطه دي حلت جزء من المشكله. انت بقى عندك عرضين للملعب بشكل واضح، لكن اكتشفت مع الوقت مشاكل تانية. اولا ان البا ما بقاش قادر انه يقدم الدور ده، لان البا كان هو الظهير الاساسي في البدايه، ما بقاش قادر يقدم الدور ده بنفس الكفاءه بتاعت زمان. البا بيكون هايل طول ما الكره في رجله في الثلث الاخير،
لكن بطول الملعب قلب بقى عنده مشاكل انه يطلع ويرجع يغطي وكذا وكذا. قلب لو معاه الكوره دفاع متكتل، هو بيعرف يلعب العرضيه احيانا من خرم ابره. دي الميزه اللي استمرت مع قلبه لغايه النهارده حتى. بقيه المزايا معظمها راح، ومن هنا كان اللجوء الى بالدي. المشكله الثانيه هي ان وسط الملعب اصبح مكان واسع جدا جدا على بوسكيتس، واسع جدا 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 على بوسكيتس. في حاله ان الاثنين الثمانيات اللي بيلعبوا معاه اللي هم بيدري وجابي او بيدري وديونج او كذا، في حاله ان حد فيهم بيتقدم، واحد فيهم بيميل جنب الخط شويه والتاني بيتقدم، في اي تحول الملعب بيبقى واسع جدا على بوسكيتس. ومن هنا جت الفكره اللي هو اعتقد انه بداها في ماتش سوسيداد في الانويتا لو انا فاكر صح، انه يلعب بخط الوسط المربع او البوكس ميدفيلد كما يطلق عليه، واللي فيه فرق كتير في العالم بتلعب بيه النهارده. يعني ايه بوكس ميدفيلد؟ يعني بتلعب باربعه في نص الملعب، اتنين قدامهم اتنين. اما الاربعه دول الاربعه لعيبه وسط ملعب زي ما بيحصل في برشلونه، ان بوسكيتس وجنبه ديونج ثم قدامهم بيدري وجنبه جابي، او زي ما بيلعبها جوارديولا ان رودري وجنبه اما ظهير بيضم جنبه زي مثلا كانسيلو قبل ما كانسيلو يمشي، او ريكو لويس اللعيب الصغير الباك رايت الصغير، او قلب دفاع هو اللي بيضم جنبه زي جون ستونز، فيبقوا اتنين وقدامهم اتنين. الاتنين اللي قدام دول اللي هم دي بروينا وجوندوجان. المهم ان يبقى عندي دايما اتنين في عمق الملعب، دبل بيفت، محورين ارتكاز، وقدامهم اتنين قدام. ومن اول ما بدا يروح لان بوسكيتس جنبه ديونج قدامهم بيدري جنبه جابي، وعلى شمالهم بالدي فاتح عرض الملعب، وعلى يمينهم ديمبلي او اصابته رافينيا فاتح عرض الملعب، برشلونه بقى شكله احسن كتير لمليون سبب. اولا بقى عندك عرض للملعب، وبقى عندك طريقه تستوعب بوسكيتس اللي هو ملوش بديل في التشكيله حتى الان، حتى لو ديونج بيلعب مكانه بس ما بيقدرش يأدي نفس المهام بنفس الكفاءه. وطبعا الجوهرتين جابي وبيدري، والجوهره الاخرى طبعا ديونج. من هنا بدأت أفكار كتير تتخلق، أفكار كتير تتولد في الملعب. منها على سبيل المثال إن بيدري وجابي اتنين لعيبة غير بعض. يعني بيدري هو بلاي ميكر أكتر، بيدري محتاج الكرة في رجله أكتر، بينما جابي هو لعيب مميز جدا في إنه يتحرك في ظهر الدفاع. الاثنين يقدروا يصنعوا اللعب، والاثنين يقدروا يتحركوا في ظهر الدفاع، بس ده ميزته أكتر بيدري كصانع ألعاب، وجابي ميزته أكتر لما بيتحرك في ظهر الدفاع. ومن هنا بدأ جابي يلعب ناحية الشمال وبدري يلعب ناحيه اليمين، والهدف كان دايما ايصال الهجمه، اما انك بتبني اللعب ناحيه الشمال ثم بتلعب القطريه لديمبلي تحطه موقف واحد لواحد وبنبدا الهجمه من هنا، او ان ليفاندوفسكي بيميل ناحيه الشمال. لو حد ركز مع ليفاندوفسكي على مدار الموسم هتلاقيه لو بيميل يمين او شمال هو بيميل شمال اكتر بكتير. بيميل ناحيه الشمال عشان ياخد معاه مدافع يحاول يسحبه للخارج فيتحرك مكانه جابي فتحصل المفاجاه للدفاع. وده حصل في ماتشات كتير وفي مواقف كتير، منها ماتش مدريد اعتقد في السوبر اللي كان في الرياض. انا دايما ليفاندوفسكي معاه مدافع، بتحرك بالمدافع بنزل بيه لتحت، بينزل ورايا بيفضل طالع ورايا، فبتتخلق فجوه ورا لان المدافع ده اتحرك من مكانه بيتحرك فيها جابي، وقبل ما الفريقين يفهموا بيكون جابي وصلت له الكوره في المكان ده. من ناحيه تانية بيدري دوره انه يشارك في مساله صناعه اللعب اللي بتؤدي في الاخر ان الكره تروح لديمبلي في موقف واحد لواحد. هنا تبقت مشكله واحده عند برشلونه ما بدأتش تتحل او ما اتحلتش لغايه اخر الموسم، وهي ان انت ما عندك الظهير الايمن بتاعك ما عندوش مشاركه هجوميه فعاله. يمكن النهارده شفنا النقيض لده، لان كوندي سجل جول وعمل اسيست وكذا وكذا، لكن انا بتكلم على مدار موسم، وبتكلم برضه على اعتبار ان كوندي، انا ما اعتقدش ان كوندي يقدر يكمل في الموسم ده يقدر يكمل في المركز ده ويتطور. فانت الظهير الايمن بتاعك ما بيشكلش اضافه هجوميه ضخمه. انا كنت بعتقد ان الظهير الايمن ده يعتبر مدافع ثالث، وتبقى تحت الهجمه دايما في ثلاثه اللي هم مثلا يبقى كوندي واراوخو وكريستيانسن وخلاص. لكن تشافي كان بيستمر بان الظهير يلعب ظهير. يعني تشافي لغايه دلوقتي الحاجه اللي لسه ما عملهاش هي فكره اني العب بظهير في عمق الملعب، اما في عمق الملعب يساعد في بناء اللعب او في عمق الملعب يساعد في مواجهه التحولات الدفاعيه. دي النقطة، دي الحاجة اللي ما راح لهاش تشافي لغاية دلوقتي ولا مرة تقريبا، ولا مرة. لا سوري،
راح لها مره بسيرجيو روبرتو، بس يعني سيرجيو روبرتو ما هوش مقياس قوي على نجاح او فشل اي فكره في العالم، لان يعني اتس سيرجيو روبرتو. لكن هي دي الحاجه الوحيده اللي فضلت ناقصه في منظومه تشافي. تشافي نفسه بقى اتعرض لانتقادات كتير، جزء منها منطقي وجزء منها مجحف، يعني ظالم لدرجه فيها قدر من التغافل عن الحقائق، مش وجهات نظر، لا تغافل عن حقائق مش وجهات نظر. يعني مثلا تشافي من اول الحاجات اللي اتقالت عليه تمام ده بيجامل اصحابه. تشافي جاي يجامل اصحابه، ليه بيجامل اصحابه؟ عشان بوسكيتس بيلعب. طيب بوسكيتس ده لعب اساسي مع اسبانيا في كاس العالم مع لويس انريكي، مش تشافي. اذا بغض النظر عن رايي وبغض النظر عن رايك، يبدو ان في عقل فني اخر محترم جدا بيرى ان بوسكيتس لا زال قادر يقدم شيء. احنا كلنا متفقين ان بوسكيتس تراجع، بس تشافي ولويس انريكي شايفين ان الراجل ده حتى وهو متراجع لسه قادر يقدم شيء. ده رقم واحد. رقم اتنين، بيكيه لأول مرة تحصل انه يتحول الى المدافع الاخير، تصنيفه الاخير، خلف اراوخو طبعا، خلف كوندي طبعا، خلف كريستيانسن، خلف ماركوس الونسو، وخلف إيريك جارسيا. تحول الى المدافع الاخير. ده تشافي اللي بيجامل اصحابه. والفكره كلها كانت بوسكيتس. حتى بوسكيتس قعد على فكره ماتشات مع تشافي، بس هو طالما كالعاده يعني طالما النتائج سلبيه فالبشر بيطلقوا العنان لأسوأ الافتراضات، وأسوأ الافتراضات بتلقى قبول. ليه؟ لأن احنا في مود سلبي، والمود السلبي أنا لو قلت لك أي حاجة أنت هتصدق، أي حاجة سلبية أنت هتصدقها. أنت في حالة قابلة جدا لاستقبال أي شيء سلبي وتصديقه بدون تفكير. فتشافي بيجامل أصحابه. فين يا عم أصحابه اللي بيجاملهم؟ ده أصحابه دول كانوا طول عمرهم أساسيين لغاية ما جه تشافي. يعني ده العكس اللي حصل. أصحابه دول طول عمرهم أساسيين لغاية ما جه تشافي. مين اللي قعد بيكيه؟ تشافي. مين اللي قعد قلبه؟ تشافي. مش هقول مين اللي قعد بوسكيتس لان بوسكيتس كان بيقعد قبل كده، بس هي الفكره كلها وقفت على سوري على مش هقول مين اللي قعد سيرجيو روبرتو لان هو قعد قبل كده، بس هي الفكره كلها وقفت على بوسكيتس. دخل برشلونه الشامبيونز ليج لمده 45 دقيقه مع بايرن ميونخ، كان برشلونه الطرف الافضل بشكل واضح وضيع فرص، وفجاه النتيجه بقت 2-0. وهنا بدات تواجه اللحظات الحتميه ان ده فريق قيد الانشاء. فريق قيد الانشاء ده ما هو صلب كفايه، هتلاقي عنده ثغرات كتير، مش كلعيبه مش كافكار، ولكن على مستوى خبره الفريق مش قادر على تسيير اللحظات الصعبه في الماتشات. استقبل الاول، استقبل الثاني بعده على طول. راح الفريق يلعب مباراه الانتر في ايطاليا، اتسرق تحكيميا، اتسرق، ملهاش تفسير او معنى اخر، وملهاش مصطلحات اكثر تخفيفا. اتسرق تحكيميا، ثم فجأة الفريق فقد كل المدافعين اتصابوا. ظروف غير عادية لفريق أصلا ما هواش جاهز النهاردة إنه يتحمل صدمات. يعني هي الظروف قاسية جدا، ده من جانب، ومن جانب تاني أنت مش صلب كفاية إنك تتحمل صدمات. أنت في مرحلة ترانسفورميشن، مرحلة تحول من إلى، في عدد كبير من اللعيبة في الملعب تحت ال 22 سنة أو جدد. يعني حتى اللعيبة الموجودين، مثلا لو اتكلمنا عن لعيب زي كريستيانسن، لعيب ممتاز بس جديد على الفريق لسه. اراوخو لعيب جديد على فكره، اراوخو لعيب صغير. اراوخو دلوقتي طبعا واحد من اهم لعيبه برشلونه، بس هو اصلا لعيب صغير. جابي، بيدري لعيبه صغيرين، بالدي لعيب صغير، ديمبلي وان كان سنه مش صغير بس خبرته مش كبيره. فالفريق ده ما يتحملش صدمات، فلما تحمل صدمات خرج من الشامبيونز. راح اليوروبا ليج، رحت تلاعب يونايتد في افضل فتره في الموسم. يونايتد كان عنده صعود وهبوط مش هبوط، لا، يونايتد كان عنده صعود وصعود شديد في لحظات من الموسم. انت قابلته في واحده من اهم لحظاته، ولما قابلته رحت تلعبه في الاولد ترافورد من غير ديمبلي وبيدري اللي هم في اللحظه دي كانوا اهم 2 لعيبه عندك في الشق الهجومي. سوء حظ غير عادي. كل الحاجات دي شالها تشافي وكانها مش موجوده. مش معنى كده ان تشافي بريء براءه الذئب من دم ابن يعقوب، وان تشافي ده هو جوارديولا القادم.
لغايه اللحظه دي انا مش قادر احدد هل تشافي مدرب عظيم، مدرب جيد، مدرب قابل للتطور. مش قادر احدد لان ده اول موسم. بس اللي انا قادر الحظه بشكل واضح ان الراجل اللي بدا الموسم، تشافي اللي بدا الموسم غير تشافي بتاع النهارده. في حاجات كتير قوي اتغيرت، في حاجات كتير قوي اتطورت، في قناعات كتير جدا اتغيرت، وفي افكار كتير ظهرت، وفي مشاكل كتير اوجد قدره على التعامل معاها. هو شخص اخر غير اللي بدا الموسم ب 4-3-3، ديمبلي ورافينيا على الجناح وظاهرين مش عارفين يلاقوا حاجه يعملوها، وبوسكيتس واقف لوحده في نص الملعب والملعب واسع جدا عليه. تشافي بتاع النهارده هو شخص مختلف تماما عن الشخص اللي بدا الموسم. بس هو من ضمن او معظم الانتقادات اللي نالها تشافي هي انتقادات غير منصفه، من اول بيجامل اصحابه اللي هو اصلا بدا يقعدهم على البنش، هو اللي قعدهم على البنش، مرورا بان احنا نقول هو خرج من الشامبيونز ليج دون الاخذ في الاعتبار ايه الظروف اللي قابلها في الشامبيونز ليج، حتى ايه الظروف اللي قابلها في ماتش اولد ترافورد في خروجه من اليوروبا ليج. بالمناسبه خروجه من الشامبيونز ليج ده تزامن مع كلاسيكو سانتياغو برنابيو. يعني انت ما عندكش مدافعين ومش عارف عندك مشكله في ايه وعندك مشكله في ايه، وخرجت من الشامبيونز وفي عز الاحباط لقيت نفسك رايح تلعب مدريد في البرنابيو. حتى جدول الماتشات ما خدموش. تاني، هل تشافي اعظم مدرب في الدنيا كذا كذا؟ انا لغايه دلوقتي حتى مش قادر ابقى متاكد هل هو مدرب جيد جدا ولا لا. مش قادر ابقى متاكد لان لسه التجربه برضو جديده. في حاجات بتتحسن قطعا، في افكار بتظهر قطعا، في لعيبه بتتحسن قطعا، بس ما تقدرش تراهن تقول بس هو ده. لسه دي مساله محتاجه وقت اطول عشان تراهن عليها. بس هل تشافي اتظلم؟ قطعا برضو، قطعا برضو اتظلم في حاجات ملوش اي علاقه بيها وملوش اي يد فيها. نبعد عن تشافي بقى ونروح للعيبه. انا بشوف ان لو في لعيبه او اهم 3 لعيبه بالنسبه لي في الليجا الحاليه من وجهه نظري، يعني مش افضل 3 لعيبه في الفرقه، لا، اهم 3 لعيبه في الليجا دي هم بالنسبه لي ليفاندوفسكي، تير شتيجن، ورونالد اراوخو. دول اللعيبه اللي بالنسبه لي من غيرهم مش هقول برشلونه ما كانش ياخد الليجا، بس ما كانش ياخد الليجا دلوقتي على الاقل بدري كده. في ظني ان دول اهم 3 لعيبه في الليجا. في لعيبه كتير جدا كانوا مهمين جدا جدا كانوا مهمين، بس دول انا اعتقد ان دول كان ليهم يعني نصيب الاسد في ان برشلونه النهارده بطل الليجا. شتيجن وليفاندوفسكي واراوخو. اراوخو بقى بتذكر انا الجوله الاولى في الموسم امام بلد الوليد ان لم تخني الذاكره. بلد الوليد قدر يحافظ على التعادل لغايه الدقيقه 70، ومن بعد الدقيقه 70 بلد الوليد كان اسلوب ضغطه على برشلونه بيهدف الى ان يسيب الكوره مع اراوخو. اضغط على كل الناس لغايه ما يدوا الكوره لاراوخو ثم سيب الكوره مع اراوخو. ليه؟ لان اراوخو ما كانش عنده اي قدره على التعامل مع الكوره. اراوخو الكوره تحت رجله كان سيء للغايه. ده نفسه اراوخو اللي النهارده لعب التشيب باس لبالدي اللي لعبها بالعرض جه منها الجول الاول ليفاندوفسكي. والتشيب باس اللي لعبه اراوخو لبالدي وجه منه الجول الاول ليفاندوفسكي ده ما هواش شيء خارج عن السياق. اللعيب عموما تطور جدا بالكوره، تطور جدا جدا بالكوره. يعني واحده من الحاجات المثيره للاعجاب بصراحه ان يكون كان دايما دي الحلقه المفقوده. يعني دايما انت بتقعد تتفرج على اراوخو يصعب عليك لعيب بالامكانيات دي وبالبلد يعني بالرجوله دي وبالقدره دي على تحمل المسؤوليه وعلى تحمل المواقف الصعبه وعلى تحمل اللاعبين المهاريين زي فينيسيوس مثلا او كذا واحتوائهم. صعبان عليك ان في عيب زي ده انه مش قادر يلعب بالكره في رجله او انه سيء للدرجه دي بالكره في رجله. ما كنتش عايزه يعني يتحول الى افضل واحد في الدنيا بيلعب بالكره في رجله، بس على الاقل كان يبقى احسن من كده. الحقيقه ان اراوخو اللي خارج من الموسم برضه غير اراوخو اللي دخل الموسم. على مستوى اللعب بالقدم اراوخو اللي خرج من الموسم مختلف تماما عن اراوخو اللي دخل الموسم، تماما 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 عن اراوخو اللي دخل الموسم. الحاجه الثانيه اللي انا سعيد بيها جدا بقى في الموسم في الفريق ده ان انا كنت من الناس اللي رافضه تصدق ان تير شتيجن انهار للدرجه دي وانتهى خلاص. يعني كنت رافض اصدق الفكره دي. ناس كتير قالت هو عشان جدد وبعد التجديد مستواه قل، وبصراحه ما اقدرش الومهم. يعني اي حد انتقد شتيجن باي شكل من الاشكال او ظن اي شكل من الظنون ما اقدرش الومه، لان فعلا الانهيار اللي حصل لشتيجن ما كانش طبيعي. يعني من حارس ممتاز من افضل حراس العالم الى لا شيء، لا شيء. اي حاجه متشاط عليه بتدخل، ولو ما فيش حاجه متشاط عليه احيانا هو يتطوع ويغلط. لا شيء. بس ان كان ده شيء بيعلمنا كلنا او بيفكرنا كلنا، مش بيعلمنا، هو درس قديم يعني بس بيفكرنا كلنا بالدرس القديم، ان لما الفريق بيبقى كويس
ان لما الفريق كفريق كمجموعه كمنظومه بيبقى كويس، مستوى الافراد كمان بيرتفع. وان احيانا افراد مش بهذا القدر من السوء موجودين في منظومه سيئه جدا، وجودهم في المنظومه السيئه جدا دي بيدي لك انطباع خاطئ عن مستواهم. انت شايف كل شيء يعني انا دايما بحس بالنقيضين في النقطه دي. يعني لو انت لعيب محتاج منظومه جيده وبتلعب في منظومه سيئه، هتبان وكانك اسوأ لعيب في العالم. لو انت مثلا لعيب زي بوسكيتس، لو انت لعيب زي رودري، لو انت لعيب زي جوندوجان، بيدري، في نوعيه من اللعيبه انت لو حواليك مش مفيش منظومه جيده هتبان وكانك اسوأ لعيب في العالم. فالمنظومه السيئه بتبين اللعيب اللي محتاج منظومه سيئه، وبتبرز جدا اللعيب الفردي. المنظومه السيئه بتبرز جدا جدا اللعيب الفردي، لان اللعيب الفردي مفيش يقيد بيها، مفيش منظومه جماعيه، مش محتاج يفكر في حاجه ولا يعمل حاجه ولا بتاع. هات الكوره انا هشتغل بشكل فردي. بما ان المنظومه سيئه وبالتالي الباقيين شكلهم سيئين، فانا شكلي بيبقى لامع بشكل اوفر، بيبقى لامع جدا، ببقى شكلي كاني احسن لعيب في الدنيا. ليه؟ لان مفيش كوره حواليا، انا بس مديلي الكوره، محتاج اني استخدم فردياتي اللي هي اوريدي حاجه موجوده عندي، وما دام انا قادر استخدمها هتبان، وما دام اللي حواليا مش باينين فالفرق بيني وبينهم بيزيد. غير ان انا ببانش كويس، لا، هو المسافه بيني وبين اللي حواليا في نظر الناس بتبقى واسعه جدا. هم شكلهم سيء جدا وانا شكلي ممتاز جدا، بينما الحقيقه احيانا مش كده. الحقيقه ان واحد من السيئين دول ممكن يكون احسن من النجم اللامع ده، بس لو الاثنين اتحطوا في منظومه افضل من كده. في مثال في الدوري السعودي، بس مش عايز اضرب، يعني مش وقته دلوقتي، للعيب السنه اللي فاتت كان بيلعب في منظومه مدمره فظهر اكبر من حجمه، والناس لسه بتتعامل معاه النهارده باعتبار الحجم اللي تخيلوه السنه اللي فاتت، بس ده مش حجمه الحقيقي. حجمه الحقيقي هو اللي ظهر السنه دي. بس يعني ده مش موضوعنا، مش عايزين ندخل المواضيع في بعض. فيما يخص الكلام عن جوندوجان، يعني كنت هبذل مجهود كبير في ان اتكلم عن جوندوجان، بس جوندوجان اخر ماتشين في البريمير ليج يعني اختصر عليها نص الكلام. بس هو الحقيقه ان جوندوجان على طول كده. يعني جوندوجان النهارده سجل جول من اجمل اجوال السنه تقريبا في كل الدوريات، بس ده مش شيء خارج عن السياق، هو على طول كده. جوندوجان على طول كده. جوندوجان بينطبق عليه نوعا ما ينطبق على بوسكيتس. ما بيلعبوش في نفس المركز، بس بينطبق عليه نوعا ما ينطبق على بوسكيتس. في منظومه جيده جوندوجان هيبقى لعيب غير عادي. في مساحات واسعه وجوندوجان محتاج يملى المساحات دي، مش هتلاقيه. جوندوجان لعيب يبرز جدا في قراءه المساحات. احيانا بيلعب محور دفاعي، احيانا دي قليله، دايما بتنجح، بس لما بتنجح لانه بيبقى محمي، مش متساب في مسافه كبيره يغطي فيها. هو مش كانتي ومش هيكون كانتي. الناس اتعودت دايما كل ما تشوف هجمه مرتده في مساحه كبيره ومدافع زي او محور زي بوسكيتس او زي جوندوجان، لو جوندوجان بيلعب محور يعني، او رودري او بتاع مش قادر يغطيها، يقول لك بس اللعيبه دول لعيبه تعبانين، هات لنا يا ابني كانتي. وكأن الموقف ده هو كرة القدم، يعني وكأن مباريات كرة القدم هي عبارة عن سباق خيل في مساحات. بقية مراحل اللعب مش موجودة. تكتشف بقى لما تيجي تتفرج على مباراة كاملة، مش مجرد فيديوهات من اللي تتقطع ثانيتين ثلاثة وتنزل على السوشيال ميديا وبتاع. لما تيجي تتفرج على مباراة كاملة تكتشف ان مباراة كرة القدم فيها مواقف كتير جدا 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 كانتي سيء في معظمهم. كانتي ممتاز في مطاردة الكرة، مش جيد بالكرة تحت ضغط، مش جيد في بناء اللعب، مش جيد في قراءة اللعب، كرة معاك، مش جيد في معظم الحاجات دي. كانتي في مطاردة الكرة عملاق، عملاق، حاجة خرافية يعني. بس كانتي يحط الكرة في رجله ويقول له خد قرار، ما يعرفش ياخد قرار. نلعب يمين ولا شمال، نهدي الريتم ولا نسرع الريتم، هل سيب الكرة تحت رجلك شوية، استفز الخصم انه يضغط وبعدين اضربه في المساحة ورا، ما يعرفش يعمل الكلام ده. ما يعرفش يعمل الكلام ده. بس هو الناس كل ما بتشوف لحظة معينة بتأثر فيهم، اكتر لحظة بتأثر فيك هي ان في هجمة مرتدة في مساحة كبيرة والمحور بتاعك ما كانش قادر يعمل السبرنت الكنتاوي عشان يلحق الكورة، فده حلها عندك ايه؟ هاتوا كانتي، او هاتوا اللي زي كانتي. يعني هات كانتي او هات حاجه شبه كانتي، هات كانتي، هات كاسيميرو، هات تشواميني، هات النوعيه دي من اللعيبه. مش عايز احط الناس دي كلها في كفه واحده مع بعض، ممكن اقول كانتي وكاسيميرو. يعني تشواميني لسه لعيب صغير، ما تعرفش لسه هيطلع منه ايه.
ممكن تكتشف ان تشواميني حاجه اشمل من كده، يقدر يعمل الدورين. بس anyway يعني. ف على ذكر جوندوجان بالنسبه للبوكس ميد فيلد اللي بيلعب فيه برشلونه، اللي هو 2 قدامهم 2، جوندوجان يقدر يلعب بسهوله في 3 مراكز منهم. يقدر يلعب مكان بيدري، يقدر يلعب مكان جابي، يقدر يلعب مكان ديونج، بخصائص مختلفه طبعا، بس يقدر يلعب مكان الثلاثه. لعيب دخوله منطقه الجزاء ساحري، ساحر في دخول منطقه الجزاء في الكرات العرضيه. وبالمناسبه دي مش اول مره، النهارده الجول اللي جابه ده مش اول مره، وحتى الجولين اللي سجلهم في استون فيلا في ماتش البريمير ليج السنه اللي فاتت دول مش اول مره. هو متمرس في هذا الامر، متمرس في عمليه دخول البوكس. امتى ادخل، امتى اوصل البوكس، مش ان الكره بتتلعب ناحيه اليمين طب يلا انا دخلت البوكس، لا، امتى بدخل البوكس، عشان ده اهم سؤال في الدنيا. لان انت لو دخلت البوكس بدري وفضلت جوه البوكس، كل اللعيبه اطول منك، مفيش اي قيمه لوجودك في البوكس، كل اللعيبه اطول منك. جوندوجان معظم اللعيبه اطول منه، بالذات قلوب الدفاع يعني اطول منه. لكن لو انا في الوقت الصح، المساله ما بتبقاش متعلقه بالطول، بتبقى متعلقه بالوقت. يعني لو اللعيبه اللي اطول مني دول قافلين عمق الملعب، اتلعبت لي انا الكره تحتهم بمتر، انتهى الموضوع، ما بقاش مهم مين اطول من مين، هم مش هيلحقوا يردوا فعل. لو اللعيبه دول قافلين عمق الملعب وانا اتلعبت لي الكوره في ظهرهم وانا اتحركت على البعيده، ما بقاش فارق طولهم، هي عدت منهم خلاص. في لحظات معينه، وبصراحه دي يعني الفكره دي اللي علمها لي مانشستر سيتي جوارديولا، لان الفريق ده بيسجل عدد ضخم جدا من الكرات العرضيه رغم ان معظمهم قصيرين. انا بتكلم على مان سيتي جوارديولا عموما، مش السنه دي، سيبك من هالاند. يعني برناردو سجل من كرات عرضيه، اجويرو طبعا كان بيسجل من كرات عرضيه، بس سيبك برضو من اجويرو عشان اجويرو مهاجم اساسا فهنستبعد. رحيم كان بيسجل من كرات عرضيه، كل دول قصيرين. دافيد سيلفا سجل من كرات عرضيه، وجوندوجان طبعا سجل من كرات عرضيه. كل دول لعيبه قصيرين سجلوا عدد مهم من الاهداف من كرات عرضيه، بس الكره العرضيه كانت مبنيه على امتى انا بدخل البوكس او فين انا بدخل البوكس، مش مجرد ان احنا في البوكس يبقى البقاء للاطول. فالكره تتلعب لي عاليه فيقوم جوندوجان مثلا طالع ناطط مع مثلا هاري ماجواير، مستحيله طبعا، ما فيهاش امل. بس سيتي جوارديولا علمني الدرس ده بصراحه. العرضيه ليها اشكال غير حتى العرضيه الارضيه العاليه، انا بتكلم على العرضيه العاليه مش الارضيه او الكات باك او كذا، لا، العرضيه العاليه نفسها ليها اشكال كتير غير ان مجرد انا طويل وانت طويل مين فينا اطول. فجوندوجان لعيب ما يترفضش بصراحه، لعيب ما يترفضش. حتى يقدر يلعب مكان بوسكيتس بس تحل بيه مشكله، ما يبقاش هو الاساسي بتاعك. بوسكيتس محتاج بديل، وبديله مش هيكون سهل. ما اعتقدش ان استبدال بوسكيتس عمليه هتبقى سهله يعني. فجوندوجان ميزته انه يقدر يعدي بيك ماتشات، لو انت مزنوق فيه انه يلعب محور دفاعي ممكن يعدي بيك ماتش في الكامب نو، ماتش صعب وتعاني فيه بس تعدي وهكذا. لكن بوسكيتس محتاج بديل فورا. لكن جوندوجان يلعب في ال3 مراكز التانيين بتوع وسط الملعب. طبعا افضل حاجه يلعب فيها وانه يلعب في الاثنين اللي قدام اللي هم جابي وبيدري. بس حتى لو ده يقدر يلعب مكان ديونج بشكل ما يعني. هو مختلف عن ديونج شويه، يعني ديونج ابرز ميزه فيه انه يقدر ياخد الكره، يحمل الكره ويتحرك بيها. دي نقطه. فيما يخص بقى ديمبلي ورافينيا مين فيهم افضل، والحقيقه ده سؤال ذو شجون يعني. مين فيهم افضل؟ لو بنتكلم على قدره اللعيب انه يفتح عرض الملعب تجيله الكره يروح واحد لواحد، ديمبلي افضل طبعا. ديمبلي احيانا هو بيلعب شخصيا، يعني انا شخصيا ما ببقاش عارف هو هيعمل ايه، وبحس ان هو شخصيا ما بيبقاش عارف لغايه اخر لحظه هو هيعمل ايه. رافينيا قابل للتوقع اكتر، لكن رافينيا بيعمل حاجات اكتر. يعني ديمبلي في الشيء اللي هو متخصص فيه هو افضل من رافينيا بكتير، اللي هو القدره على، اولا هو سريع بالكره، قدره على اللعب باليمين والشمال وهو باقصى سرعه، وعدم القابليه للتوقع. لكن في حاجات تانية رافينيا افضل فيها من ديمبلي، زي المجهود الدفاعي. رافينيا مثلا اعلى من ديمبلي، دي نقطه. رافينيا في نقطه ظهرت عليه في الموسم ده اعتقد ان ما تمش استغلالها بالقدر الكافي، وهو انه بيلعب بدماغه كويس. رافينيا بيلعب بدماغه كويس، وفي اكتر من لحظه، سيبك من الجول اللي اتلعبت له من ديونج وحطها بليسنج، اللي هي حط قبلها في منتخب تونس في الوديات ما قبل كاس العالم، وحطها برضو تاني في الليجا. سيبك من دي، انا بتكلم على العرضيه العاديه
الكره بتلعب بالعرض، فانا اروح اخد خطوه قبل المدافع واوجهها بدماغي بقوه في المرمى. دي بيعملها بشكل كويس، وفي ظني ان دي حاجه من الحاجات اللي ما تمش استغلالها بشكل كافي، لان دي امكانيه موجوده. حاجه زي ايه؟ زي الجول اللي جابه كوندي النهارده كده، انك تبقى جاي من عرض الملعب وتتحرك في ظهر الدفاع، تتلعب لك تحطها بدماغك. فظن ان دي حاجه لسه، او دي مساحه عند رافينيا لسه لم تستغل، واعتقد انها لو تم استغلالها هيبقى لعيب اخطر جدا كتير على المرمى مما هو عليه. فديمبلي متخصص اكتر، مش شامل، بس الشيء اللي هو متخصص فيه هو افضل من رافينيا بكتير. لكن رافينيا بيعمل حاجات اكتر، وبدنيا والورك اثكس بتاعته عاليه، لعيب بيبذل مجهود غير عادي، بيرجع يدافع كذا كذا كذا. تصرفه بالكوره طبعا مش يعني، انا ما بعتبرش ديمبلي لعيب ذكي بالكوره، بس رافينيا كمان اسوأ، الا اذا الموقف صريح. يعني موقف صريح، كره في رجلي محتاج العب تمريره واضحه صح، مفيش تفكير. ما هو في لعيبه طول ما الموقف صريح الدنيا سهله. يعني لو انا ما اتلعبت لي كوره في مساحه، وفي لعيب زميلي بيهاجم العارضه البعيده عايز اديها له على الارض عشان يلعبها تاب ان، ده موقف صريح، ده ما فيهوش تفكير، ما فيهوش، مش محتاج رؤيه، مش محتاج انك تاخد قرار، هو قرار واضح، اللعبه مكتوب عليها القرار بتاعها. لكن في العاب تانية الكره بتبقى في رجلك، انت اللي المفروض تاخد قرار. في دي ديمبلي مش عظيم يعني، بس رافينيا اسوأ بكتير. يعني ديمبلي بياخد قرارات سيئه كتير، بس رافينيا بياخد قرارات سيئه اكتر. يعني رافينيا مثلا، حاجه من الحاجات مثلا الكلاسيكو اللي كان برشلونه وريال مدريد بتاع الكاس العوده اللي في الكامب نو، اللي لعب عليه كامافينجا، رافينيا لو لعيب ذكي شويه كان لازم يقرا من الاول ان كامافينجا مش اللعيب اللي هتقدر تتفوق عليه بالاتليتيزم، بالخفه والسرعه. مش هو الشخص ده، مش هتعرف تعمل. هو رافينيا كان بيحاول معاه مجموعه من المراوغات من اللي كانت بتمشي مع ناتشو، اللي هي الكوره جايه لي فانا اقوم عاكس اتجاهي، فاول ما هعكس اتجاهي انت هتطلع بره اللعبه خالص. لا، ده ناتشو. كامافينجا لا، كامافينجا لعيب يخليك تبقى حريص اكتر انك تحمي الكوره، اللي هو مش هيترقص بسهوله. كامافينجا عموما الابروتش بتاعك مش المفروض انك تحاول تعديه في كل مره، لان هو صعب جدا تعديه. يعني حتى كامافينجا بغض النظر عنك انت كرافينيا، برناردو ما عرفش يعديه في ولا مره، في ولا مره. وحتى لو عرفت تعديه في الفيرست تاتش بيجيبك في السكند تاتش. يعني بفرض ان انت مثلا، انا معايا الكوره وانت كامافينجا داخل عليا، فانت وانت بتمد رجلك تعمل التاكل، بتمد رجلك قمت انا زي الكوره، ما تفتكرش انك عديت، لان هو خفيف وسريع فيقدر يجيبك تاني. يعني هو انت عديت في الاولى، بس انت ما عدتش منه، ما تجاوزتوش، ما بقاش في ظهرك. فالابروتش بتاعك كلعيب قدام كامافينجا مش المفروض يكون ان انا يلا انا هحاول ارقصه. رافينيا فضل يحاول يرقصه لغايه ما كره الناس كلها في حياته. الحاجه الثانيه اللي بيعملها رافينيا بشكل سيء رغم انه بيبذل فيها مجهود يعني جيد، وعملها في ماتشين الكوبا ديل ري والمرتين مع توني كروس، ان توني كروس يستلم الكره بظهره، او مش بظهره سوري، توني كروس بيستلم الكره وظهره لديمبلي، سوري ظهره لرافينيا. ففي اللحظه دي هو مش شايفه، فهو رافينيا بيشعر بالاغراء انه يروح يضغط فيضحك عليه، خلاص طلعنا بالكوره مره 2 3 4 20 بتتعمل فيها هي ما قدرش يفهمها، مش عارف ليه. فاني واي يعني انا بشوف ان لو في واحد فيهم هيروح لمسافه ابعد فغالبا هو ديمبلي، بس رافينيا عنده امكانيات اكتر. وفي ظني ان النقطه اللي لسه لم تستغل في رافينيا هي قدرته انه يلعب الكرات الرأسيه، او مهاجمه القائم البعيد بكره رأسيه، مهاجمه مساحه القائم البعيد. المسافه طبعا، الفرق بين وديمبلي اعتقد ان هو واضح لاي حد بيتفرج. سوري، بين ألبا وبالدي اعتقد ان هو واضح. كل ما كانت الجيم بيتلعب في مسافه طوليه اكتر، في تحولات رايح جاي كتير، بالدي هو الرجل المناسب. لكن لو انت ضاغط الخصم في الثلث الاخير والمساحات ضيقه جدا، وانت عمال تمرر الكره بشكل قوس يو شيب كده، عمال تروح ناحيه اليمين ثم تروح ناحيه الشمال، ألبا انسب، لان ألبا عنده قدره افضل من بالدي على انه يقدر يلعب عرضيه والمساحه ضيقه، يقدر يمرر الكره العرضيه من مساحات ضيقه. ليس ادل على ذلك من الموسم اللي كان بيجد فيه ميسي، ان شاء الله يكون ميسي في وسط خمسه. طبعا القدره دي عند ألبا قلت، ما بقتش زي الموسم بتاع ميسي اللي هو كان 18 19 لو انا فاكر صح، اللي هو كان فعليا ميسي بيبقى واقف في وسط خمسه وقلب بيعرف يلاقيه، بيعرف يوصل الكوره لشماله مش يوصلها له خلاص. القدره دي قلت، بس لسه موجوده بقدر ما اعلى من بالدي. فطول ما انت ضاغط الخصم في الثلث الاخير
مناسب. لكن طول ما انت بتلعب الجيم في مساحات طويله رايح جاي رايح جاي، بالدي هو الراجل الانسب. كده اتكلمنا عن رافينيا، ديمبلي، وعن البا بالدي، وعن جوندوجان. بتهيألي انا كده صدعتكم، وانا اصلا حاسس ان انا دماغي صدعت ولغيت كتير. مبروك لجمهور برشلونه، الليجا التي لم يكن لها بديل بعد الرافعات الاقتصاديه، واللي كان خسارتها، او الليجا دي قيمتها في انه خسارتها كانت هتبقى تكلفتها غاليه جدا بعد المقامره اللي حصلت في الصيف بواسطه لابورتا واليماني، اللي انا بعتبر خروجه خساره كبيره. لكن هم راهنوا رهان واحد، ان احنا هنغامر باننا نبيع جزء من المستقبل في مقابل ان احنا ننقذ الحاضر. انقاذ الحاضر بيتم من خلال الفوز ببطولات دلوقتي مش بعد سنتين، عشان يحافظ او يمنتين المكانه بتاعت برشلونه في العالم كفريق متمرس على البطولات. حتى لو بيخسر الشامبيونز، بيخرج من بس بياخد الليجا، يقدر يلعب في الشامبيونز السنه الجايه، وكذا وكذا وكذا. استمرار دوران العجله، الحفاظ على العجله في حاله دوران، لانه توقف هذه العجله لسنتين ثلاثه كان ممكن ياثر بشكل ضخم جدا جدا على الصوره العامه لبرشلونه. وبرشلونه اصلا متعلق في الفكره دي. يعني برشلونه، يعني مثلا فرق البريمير ليج، وجودك في البريمير ليج بيضمن لك حد ادنى من العائدات. حتى لو انت بورنموث، اللي هو حتى ملعبه صغير وجمهوره قليل، بس بيضمن لك حد ادنى من العائدات. بينما البيزنس موديل بتاع برشلونه ومدريد، لا، انت لازم العلامه التجاريه دي تفضل دايما في التوب، لان الدوري اللي انت بتشارك فيه اصلا هو كل مدى عمال يتراجع. فلازم انت تبقى مضيء كفايه عشان تقدر تحصل عائدات كفايه. وانت مش هتبقى مضيء كفايه الا اذا كنت موجود في الصوره، ومش هتبقى موجود في الصوره الا اذا كنت بتاخد بطولات. ومن هنا جاءت المقامره اللي حصلت برشلونه. واعتقد ان على الاقل خطوه منها نجحت بالفوز بالليجا. كانت هتنجح جدا لو كان برشلونه كمل في الشامبيونز، بعدين خرج من ادوار اكثر تقدما يعني. لكن انا بعتبر الفوز بالليجا هو بمثابه نجاح لهذه المقامره. ومبروك لتشافي اللي اتظلم كتير على مدار الموسم بمجامله اصحابه، يقول لك بيجامل اصحابه وانه مش عارف ايه وانه مش عارف ايه، وتم تجاهل الاصابات اللي تعرض لها في اوقات حرجه وحساسه جدا جدا من الموسم. واللي انا بعتقد، ودي النقطه بس الاهم بالنسبه لي، انا بعتقد ان تشافي اللي خرج من الموسم غير تشافي اللي دخل الموسم. في تطور كبير جدا، في تغيير كبير جدا في الافكار، في تطور كبير جدا في القناعات. وفي ظني ان تشافي، واتمنى في نفس الوقت ان تشافي كمان السنه الجايه هيبقى افضل. هيبقى افضل لغايه فين الله اعلم. هل تشافي اصلا كمدرب ككارير هيعمل كارير عملاق؟ الله اعلم. بس في ظني على الاقل يعني في الشورت تيرم، ان تشافي اللي خرج من